كابتن علي ماهر النهارده عمل لقاء عالمي امام النادي الاهلي، وخلال موقع في الجول علي ماهر رفض حضور المؤتمر الصحفي. تفتكروا ليه رفض حضور المؤتمر الصحفي؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. كابتن علي ماهر بيقول: اعتذر عن عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة الاهلي تجنبا للحديث على القرارات التحكيمية التي شهدتها اللقاء، ويشعر المدرب طبعا بالغضب من التحكيم. تعالوا نشوف اللقطة اللي كابتن علي ماهر بيعترض عليها انها ازاي ما اتحسبتش ضربة جزاء على محمد الشناوي، وليكم انتم التعليق اذا كانت ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء. وتاني بقول: ايه لازمة الفار في مصر لما هو ما بيجيبش اللقطات التحكيمية لأي فرقة؟ انا نفسي الفار ملوش دعوة بألوان، ولا زمالك ولا اهلي ولا اسماعيلي ولا اي لون. ادي الحق لاصحابه فقط لا غير. حاجه على الزمالك احسبها، حاجه على الاهلي احسبها، حاجه على المصري احسبها، حاجه على اي نادي احسبها. الفريق ياخد حقه فقط لا غير، ده المفروض شغلة الفار. لكن اللي بيحصل ده حكام الفار مش موجودين على الفار اساسا. يلا نشوف اللقطه. دي اللقطة اللي بيعترض عليها كابتن علي ماهر. زي ما انتم شايفين محمد الشناوي حضن اللاعب وخده في حضنه لان اللاعب كان يا عيني زعلان شوية. دي مش ضربة جزاء؟ ازاي؟ ده اهمال من الحارس وتوهان من الحارس وكل حاجه من حارس المرمى، ودي ما تتحسبش ضربه جزاء. اقنعني انت ازاي كفار ما تعيدهاش. اقنعني كفار ازاي ما تعيدش كوره زي دي. اقنعني، يعني حاولوا تقنعوني كده بجد، دي ليه مش ضربه جزاء؟ بس يعني انتوا، وهلاقي ناس برضو من بسم الله ما شاء الله اللي هم لا يفقهوا شيء في كره القدم ولا يفقهوا في اي حاجه في التحكيم، هيقول لك مش ضربه جزاء. مش ضربه جزاء ازاي؟ اصل الحارس مش عارف ايه، ده الحارس حاطط ايديه حضنه نهائيا عشان ما يروحش للكوره. طب ازاي بس مش ضربه جزاء؟ الغوا الفار، الغوا الفار والله، وسيبوها زي ما هي ماشيه كده. احنا ما عندناش تحكيم ولا منظومه ولا دوري ولا اي شيء، عشان كده احنا مش مصنفين اساسا في اي دوري في الوطن العربي بالمنظر اللي احنا شايفينه ده.